بتبدأ الحكاية بساحرة راكبة مركب وبيكون معاها ابنها الصغير وبتكون هربانة بيه، لكنها فجأة بتقع من المركب ودماغها بتتخبط في حجر تحت المية، وبعدها بشوية بتفوق على الشط وبتسمع صوت ابنها وهو بيعيط. وابنها ده بيكون اسمه كوبو وبيكون بعين واحدة، وجده بيكون هو اللي عمل فيه كده وأخد عينه التانية. وبتعدي السنين وكوبو بيكبر وبيبقى هو اللي بيهتم بمامته بعد ما عرف ان خلاص باباه مات. وكان كل يوم كوبو بيروح للمدينة وبيلم كل أهل المدينة حواليه وبيعمل لهم استعراض بالجيتار والورق السحر بتاعه، هو ده عشان يقدر يلم منهم فلوس ويعيش بيهم هو ومامته. وأول لما كان جرس الغروب بيرن على طول كوبو بيهرب وبيرجع بسرعة لمامته، ومامته بتبدأ تحكيله عن بابا هانزو وعن قد إيه هو كان بيحبهم. ولما كوبي بيسأل مامته عن جده ملك القمر بتقوله إن هو وإخواته هما اللي قتلوا باباه وإنه لازم يحافظ على نفسه ويستخبى كويس منهم، وبيفضل طول الوقت لابس لبس باباه. وقالت له إن مهما حصل ما يتأخرش بعد الغروب وما يخرجش بالليل أبدا، ولازم يحتفظ باللعبة الخشبية اللي هي مدياها له. وفي اليوم اللي بعده بعد ما كوبو بيقابل الست العجوزة بتقوله إن في مهرجان ألعاب نارية وحفلات مهمة بالليل، وإنهم كمان بيقدروا من خلال طقوس معينة يتكلموا مع كل حبايبهم اللي ماتوا. فكوبو بيسمع كلامها وبيروح بعدها يتكلم مع صورة باباه هانزو على أمل إن هو يسمعه ويتواصل معاه، لكن باباه ما بيردش عليه ولا بيكلمه زي ما هو كان فاكر. فكوبو بيزعل جدا وفجأة الوقت بيعدي من غير ما كوبو يحس وبيدخل عليهم الليل. فكوبو وقتها بيسمع صوت حد بيكلمه وبيسأله عن ايه اللي حصل لعينيه. كوبو لما بيسمع الصوت بيسأله هو مين، وعرف اسمه. ووقتها بنتين بيقولوله ان هم يبقوا اخوات مامته وانهم كانوا بيدوروا عليه من زمان، وكمان بيقولوله انهم بس محتاجين عينيه التانية عشان جده محتاجها. فكوبو وقتها بيخاف وبيطلع يجري منهم بسرعة وبيروح للمدينة عشان يطلب المساعدة من الناس، لكن الاتنين دول بيهجموا على الناس اللي هناك وبيدمروا المدينة. ولما كوبو بيقع في الأرض بيكونوا خلاص قربوا عليه وهياخدوه، لكن وقتها بتوصل مامته وقدرت إنها تنقذه وتبعدهم عنه، لكن ما بيحصل لهمش أي حاجة وبيرجعوا من تاني. فمامة كوبو بتقوله إنه لازم يروح يدور بسرعة على التلات قطع بتوع الدرع السحري، لأن الدرع ده اللي هيقدر ينقذه منهم. وبعد كده حطت ايديها على العلامة اللي في هدومه، فكوبو بيطلع أجنحة وبيطير، ومامته وقتها بتضحي بنفسها عشان تنقذه. وبعدها بشوية بيفوق كوبو في أرض جليدية وبيكون قدامه حيوان على شكل قرد، والقردة دي بتكلمه وبتقوله إن مفيش وقت وإنهم لازم يهربوا بسرعة. وبتاخده المكان وبيفضلوا قاعدين هناك، وكمان بتقوله إنها عارفة إنه عنده أسئلة كتير بس هي هتجاوب على 3 أسئلة بس. فكوبو وقتها بيسألها هي مين، فقالت له إنها اللعبة اللي كانت معاه دايما ومامته دايما كانت بتوصيها عليها. فقال لها إنها كانت لعبة خشب إزاي بقت كده. فقالت له إن مامته قبل ما تموت باستخدام السحر هي اللي حولتها لكده عشان تساعده وتقدر تحميه. وقالت له برضه إنهم لازم يلاقوا الدرع عشان هو اللي هيحميه من خالته وجده، وإنه طول ما هو لابس الدرع عمرهم ما هيقدروا يلمسوه ولا يقدروا ياخدوا عينيه التانية. وبعدها بيلاقي كوبو شعرة من شعر مامته على هدومه، فبتاخدها منه القردة وبتلفها على ايده وبتقوله انه لازم يحتفظ بيها كويس جدا. فكوبو بيسألها اذا كانت تعرف مكان الدرع، فبتقوله انها ما تعرفش مكانه ولا تعرف اي حاجة عنه. وفي اليوم اللي بعده القردة بتصحي كوبو من النوم وبتقوله انه لما كان نايم بينده على والده وان في ورقة طارت من شنطته واتحولت للفارس ده. فالفارس بيشاور لكوبو على الطريق الصحيح وفعلا بيبدأوا يتحركوا وبيفضلوا ماشيين وراه، لكن وقتها كان في حد بيراقبهم من بعيد وبيظهر لهم فجأة. فبتجري وراه، لكنها لما بتوصل لهم كوبو بيوقفها وبيقول لها ان الشخص اللي خطفه ما كانش قاصد يأذيه، وقال لها انه كان بيدور على المحارب الصغير بس، وعرفها برضو انه محارب ملعون وان في حد لعنه ومش فاكر اي حاجة عن حياته. فالمحارب ده لما شاف لبس كوبو وسأله عن العلامة اللي في ظهره عشان العلامة دي كان عنده زيها، ودي العلامة اللي بتخص باباه هانزو. فكوبو بيقوله إن هانزو ده يبقى باباه. فالمحارب بيفرح جدا لأنه قابل ابن أستاذه، وقال له كوبو من اللحظة دي هو تحت أمره وإنه هيضحي كمان بحياته فداه. لكن القردة بقى ما بتكونش واثقة في المحارب،
بس المحارب بيطمنها وقال لها إن هو هيفيدهم، وحاول يثبت لها ده عن طريق مهاراته. وفعلا بعدها كلهم بيتحركوا عشان يجمعوا الدرع الكوبو، بس وهما في الطريق بيقعوا جوه حفرة، وهناك بيلاقوا أول جزء من الدرع وهو كان السيف، فبتخاف القردة ليكون فخ، فبيروح هو ياخد السيف بدل كوبو، وبعدها على طول ظهر لهم وحش، فبتاخد القردة السيف وبتروح عشان تضرب الوحش بيه، لكن السيف بيبقى مزيف وبيتكسر، وبيعرفوا وقتها ان ده ما بيكونش السيف السحري، وبيلاقي ان السيف الاصلي موجود على راس الوحش. والوحش وقتها بيمسك القردة وبيحاول المحارب وكوبو انهم ينقذوها، وفي الوقت ده بيكتشف المحارب انه بيعرف يطير، والوحش بيقدر ان هو يمسك المحارب كمان، لكن في الوقت ده كوبو بيقدر يطلع على دماغه وبياخد منه السيف، ووقتها الوحش بيتكسر ويموت. وبعد ما بيقضوا عليه بيروحوا بسرعة عند البحيرة، وبيقترح عليهم الفارس انهم يعدوا البحيرة، لكن القردة بتعترض وبتقوله ان دي مش فكرة كويسة، وانهم كده ممكن يعرضوا حياة كوبو للخطر. وأثناء ما هما بيتكلموا مع بعض كوبو قدر يعمل بالجيتار والورق السحري مركبة كبيرة عشان يقدروا بيها يعدوا البحيرة، وفعلا بعدها وفي الطريق بيلاقوا القطعة التانية من الدرع، بس للأسف بتكون تحت المية، فالمحارب قال لهم إنه هينزل يجيبها، لكن كوبو بيحذره وبيقول إن مامته حكت له إن البحيرة دي تحتها حديقة من العيون، والعيون دي لو بصيت لها بتجبرك إنك تفضل تحت المية، فبيقوله إنه مش هيبص لأي عين فيهم عشان ما يأثروش عليه. وبينزل بعدها البحيرة، ولما بيجي الليل الموج بيبقى عالي، والفارس لحد دلوقتي مطلعش من المية، فكوبو بيقول للقردة إنه أكيد دلوقتي محتاج للمساعدة، بس القردة بترفض إن كوبو يساعده، فكوبو ما بيسمعش كلامها وبينط في المية، والقردة هي كمان بتنط وراه، لكن على آخر لحظة بتكون خالة كوبو وصلت وبتقدر إنها تمسك القردة، وكوبو وقتها ليه الجزء التاني من الدرع وقدر إن هو يلبسه، بس وقتها بتظهر له عين، وبتبدأ المركب اللي هو عاملها تنهار، والقردة بتحاول إنها تتخلص من الساحرة بسرعة عشان تلحق تنقذ كوبو، لكن الفارس بيوصل على المركبة وبيحاول إنه يساعد القردة، وبيقدروا فعلا يضربوها، والقردة بتقول للفارس ينزل بسرعة ويلحق كوبو، ونزل الفارس ولحق كوبو على آخر لحظة، والقردة بتكون قدرت إنها تتغلب على الساحرة بالسيف السحري، والفارس بيطلع كوبو وبيرجعوا كلهم للمركب تاني، فكوبو وقتها طلب من القردة إنها تحكي قصته، لأنه شاف في العيون اللي تحت المية حاجات كتير تخصها، وعرف كمان إنها مامته، لكن القردة بتقوله إنها ما بتكونش مامته ولا حاجة، بس هي تقدر تحكي لهم حكاية مامته، وبتبدأ إنها تحكي لهم الحكاية فعلا، وبتقول لهم إن في اليوم اللي راحت فيه المعبد هي وإخواتها عشان يخلصوا على هانزو، مامته وصلت لهانزو قبل اخواتها وحررته عشان تقتله، لكن نظرته ليها اللي كانت كلها حب غيرت كل حاجة، وحسسها احساس عمرها ما حسته قبل كده، وساعتها حبته واتجوزوا هما الاتنين وخلفوا كوبو، لكن الموضوع منتهاش على كده، لان باباها ملك القمر عارف مكانهم، فكوبو سألها هو ليه جده ما بيحبوش، فالقردة قالت له إن جده بيحبه، بس هو عايز ياخد عينيه عشان ما يتعاطفش مع أي حد ويكرر اللي هي عملته، وقالت له لو ده حصل وقدر ياخد عينك الاتنين وقتها بس هتكون وريثه، فكوبو بيقول لها إنه مستحيل يبقى زيه أبدا. وبعد ما كوبو بينام الفارس ساعتها بيكتشف إن القردة مجروحة، وسألها هي ليه ما قالتش لكوبو إنها مامته، فقالت له عشان ده مجرد سحر، وإن أكيد السحر ده مفعوله هيروح وكوبو هيرجع وحيد تاني، فالفارس بيطمنها وبيقول لها إن هيفضل معاه وهيضحي بحياته علشانه. وكوبو وهو نايم بيحلم بجده وبيشوف قصر باباه، وبيقوله إن آخر قطعة من الدرع هناك، وبيقوله برضه إنه يتبع غروب الشمس، ووقتها هيلاقي بيته ويطالب بحقه الشرعي، فبيصحى كوبو من النوم على طول وبيتحركوا كلهم وبيمشوا ورا الغروب، لكنهم لما وصلوا للقصر بدأوا إنهم يدوروا على الخوذة، لكن مامته وقتها بتلاقي مكان الخوذة الحقيقية، ولكن بتكتشف إن كل ده كان فخ، وبتظهر لهم وقتها أختها الساحرة وبتمسك كوبو، وكمان بتقول لها إن الفارس اللي معاهم طول الرحلة هو هانزو أبو كوبو، وهي اللي عملت كده ورمت عليه التعويذة وغيرت شكله وخلت نسي كل ذكرياتهم مع بعض،
وبعدها بتضرب هانزو وبتحاول انها تاخد عين كوبو، لكن كوبو بيقدر ان هو يضربها بسلاح معاه. وبتبدأ المعركة بين مامته وخالته، لكن خالته بتكون أقوى من مامته بكتير وبتقدر إنها تضربها. بس هانزو وقتها فاق وجه بسرعة وضرب الساحرة وقدر إن هو ينقذهم. والقردة قبل ما تموت بتوصي هانزو على كوبو، لكن للأسف في اللحظة دي أختها رجعت. لكن كوبو بيستخدم جيتاره المسحور وبيقدر إن هو يموت الساحرة، وبتكون مامته هي كمان خلص وقت سحرها وبترجع تاني للعبة خشبية. أما كوبو فبيلاقي ورقة مرسوم فيها القطعة التالتة وبيعرف مكانها، وبتكون نفسها هي جرس المدينة. وأول ما بيروح وبياخدها وبيلبسها بيظهر له جده، وبيحاول إن هو يقنع كوبو إن هو ياخد عين التانية ويطلع معاه للقمر وإنه هيكون ورثه في السما. لكن كوبو بيرفض، فجده بيتحول لوحش كبير عشان يحاربه، وجده كمان بيكون أقوى منه بكتير. وقبل ما جده يموته كوبو بيلاقي شعرة مامته اللي كانت في إيده، فبيربطها في الجيتار السحر بتاعه، وكمان بياخد خصلة من شعره وبيربطها كمان في الجيتار. وأول لما عزف على الجيتار استدعى كل الأرواح الطيبة، وبيقدر إن هو يعمل من أرواحهم درع منيع، وجده ما بيقدرش إن هو يعديه. وبقوة سحرهم وروحهم الطيبة بيقدروا أخيرا يقضوا عليه. وبتهرب وقتها الروح الشريرة اللي كانت مسيطرة على جده، وبيرجع جده لإنسان طبيعي، لكنه بيكون ناسي كل حاجة. والناس وقتها بتقوله إن الحب والرحمة أهم بكتير من السلطة والجاه. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أخوك بشوي كتب السكريبت وأنا جيت على نفسي وسجلته. سلام.